النهارده هنتكلم على عنصر بيأثر على صحة القطيع ومعدل نمو وإنتاجه، هو أنظمة التهوية والتبريد والتدفئة داخل العنبر. أنا مهندس سيد عيسى وجاي أفيدك في مجال الدواجن. درجة حرارة العنبر ممكن تحدد أرباحك من قبل ما الدورة تبدأ. مزارع الدواجن الناجحة بتتعامل مع العنبر كأنه بيئة مغلقة، لازم تحافظ على توازنها طول الوقت. أولا التهوية، مش بس عشان تدخل هواء نظيف، لكن كمان عشان تتخلص من غازات الضارة زي الأمونيا وثاني أكسيد الكربون، وتوزيع الحرارة والرطوبة بشكل متساوي. ثانيا التبريد، في الصيف الحرارة العالية بتأثر على شهية الطيور وبتزود نسبة النافع. أنظمة الكولينج بادز بتقلل الحرارة بشكل طبيعي وبتحافظ على رطوبة مناسبة. وأخيرا التدفئة، في الشتاء أي انخفاض في الحرارة بيستهلك طاقة الطائر للحفاظ على دفء جسم بدل ما يحول العلف ده لوزن أو إنتاج. أنظمة التدفئة الفعالة بتضمن توزيع الحرارة بالتساوي في العنبر. النجاح هنا مش إنك تركب النظام وخلاص، لكن إنك تختار النظام المناسب. وافتكر إنك تجهز المزرعة بنظام تهوية مناسب، واعمل صيانة دورية للمراوح والشفاطات، واعمل حسابك من الأول على فتحات التهوية الجانبية الاير انلتس والتانل دورز. ولازم نظام التهوية عندك يكون مدعوم بحساسات تقدر تقيس الحرارة داخل وخارج العنبر، نسبة الأمونيا ونسبة الرطوبة وثاني أكسيد الكربون. التهوية الصح مش رفاهية، التهوية حياة للقطيع وربح للمزرعة.